يا هلا والله، صباحكم ورد وفل ان شاء الله. النهارده يوم الاحد بتاريخ 12 اكتوبر. الحمد لله بداية اليوم لذيذة. انا دلوقتي قاعد في المانيال، قهوة من العبد او قهوة على قولة حبيبي الكابتن انطوان، بتاع كده عارفينه، بتاع جبنة قهوة يلا كم بيضرب له 3 4 5 قهوة في اليوم، ربنا يحفظه يا رب. من الكباتن المحترمة جدا، تحياتي ليه، اللي بجد يعني فرق في ادائي انا في الشغل. انا مش قديم ولا حاجه زي بقيه الكباتن او زيه هو شخصيا، يعني بداخل لي في سنه اهو او كسرت سنه تقريبا. بس بقى اخر شهرين ثلاثه دول بدات اتعلم واخد خبره، بدات احفظ. يعني في الاول الواحد بيبقى بيعك خالص وده عادي، وتخبيط بقى كانت شغاله بخساره يعني من الاخر. وكمان بقى عشان بخاف واقلق من الشوارع وجوه ووسط البلد والحاجات دي والتوهان بقى واللي بيحصل، فهي اريح دماغي واخطف على التجمعات واكتوبر وكده وزايد والحدائق بتاعت اكتوبر. فالدنيا لذيذة هناك، شوارع حلوة، قاعد يمشي بروقان، اللي هو عايز يسوق ببال رايق خالص يعني. والجديد اقول له ماشي روح هناك ومشي رجلك وكده لحد ما تتعود. بس بصراحة هناك سعر الكيلو متر ميت 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 يعني، الا اذا في ريت اوقات مع يعني الدنيا عاليه قوي في اعياد والحاجات والمناسبات دي، انما في الطبيعي هتلاقي الدنيا، انت لو دلوقتي رحت هناك هتنام، مش هتعرف تشتغل اصلا، عكس هنا يعني. فالواحد كان بيخاف يخش هنا المانيال، وسط البلد، مدينه نصر. الناحيه دي حلوه مش عشوائيه ولا حاجه، بس ايه، عشان فيها زحمه بقى وخايف تخش داخله غلط، متعرفش تلف ازاي مش عارف ايه. انما هناك الدنيا سهله وسالكه ومفيش زحمه، وتعرف تتحرك براحتك اكتر من هنا، فده الفرق. بس عايز اكل عيش بقى، مش رايح اترفه ولا رايح اتفسح هناك. فالكيلومتر هناك ضايع، الكيلومتر هناك يعني لو بقى بخمسة ستة جنيه يبقى حلو قوي، يعني اوقات بيبقى اقل من كده، بيبقى باربعة جنيه. صدق الله العظيم. فكان راديو شغال يعني بصوت واطي، فقلت حرام بقى نسيب القرآن شغال كده ونقعد نتكلم. فلا هنا بصراحة أحسن، تقدر هنا تاخد الكيلو ب10 وب20 وب30 زي ما بيقولوا. كنت الأول مستغربه في فيديوهاته، لكن ما شاء الله عليه يعني راجل جدع. أنا دلوقتي جاي في مشوار أهو، لسه طالع من فيصل، واخد مشوار من ناحية ميدان الساعة لحد المانيال هنا بتوع عند مستشفى أبو الريش كده، عند الكوبري ده، ولفيت من تحته ودخلت المانيال بقى قاعد في الروقان ماشي. هو بس الزحمة يعني من أول فيصل هو عندنا زحمة لحد ما رحت عند الحتة بتاعت اللي هم اللي بيبيعوا الأجهزة الطبية وكده، ونزلتهم من المستشفى. فكل الحتة دي كانت زحمة، إنما شوارع عادية يعني مش عشوائيات ولا حاجة. المهم المشوار ده وكان فيه انتظار كمان ماشي. أوريكم مشوار واحد لغاية دلوقتي الصبح. أنا قمت النهاردة نزلت الساعة 9 إلا ربع كده تقريبا. خد معايا حوالي نص ساعة أو نص ساعة و5 دقايق يا سيدي الباشا، وكان في زيادة دخل وكده. المشوار ده كان 8 كيلو و400 متر، قول 8 كيلو ونص ماشي. وكان قريب مني، يعتبر جنب البيت يعني، أنا ناحية ميدان الساعة، فما مشيتلوش كتير. المهم بقى وقف عليا بكام ال8 كيلو ونص دول؟ تخيل، ب190 جنيه ماشي. يعني ادي اهو تفاصيله، ب190 جنيه. اقول لك انا تفاصيل المشوار كلها، وكان الاول بكام وقف عليا بكام. الاجره موضحه مسبقا، كان سعره اصلا جامد، كان اكس بريوريتي، انا بفتح اكس واكس بريوريتي بس. كان 172 جنيه ماشي، دلوقتي بقى 190 وربع. ماشي الكلام، ماشي الكلام. وكان في انتظار، الانتظار اهو اوريك الانتظار، 18 جنيه كان وقت الانتظار عند استلام الطلب. كان 6 دقايق في 2.96 قرش، يعني 3 جنيه في الدقيقة. حسب لي 18 جنيه وقت انتظار، والعرض الترويجي 26 جنيه ده زيادة دخل، كله على بعضه 190 جنيه. مشوار 8 كيلو ونص، ما عداش ال8 ونص، اقل كمان حوالي 100 متر. ايه رأيك؟ عايز ايه؟
انت بقى هناك تمشي مش 8 كيلو، تمشي في زايد او في حدائق اكتوبر او في التجمع، ده في العادي، مش في اللي هو المطلق الايام العادية كلها. ممكن تمشي مش 8، تمشي 18 كيلو ماشي، وما تاخدش 150 جنيه كمان. ممكن يطلع لك 90 جنيه عن تجربة، 95 جنيه، 100، 110. سواء اوبر، ديدي، اندرايف. اندرايف اصلا تعبان خلقة. اندرايف انا ما باخدش عليه الا مشوار بيبقى بحق اوبر كده او اغلى من اوبر، بس طبعا مش هتصدق يعني، بس بيبقى ايه، مشوار مشوارين في اليوم كله او في خلال يومين. ممكن اخد مشوار او مشوارين في اندرايف في ساعة الذروة واللي هي الزيرو عمولة وكده. مثلا بقى اخد مشوار من فيصل عندي لمدينة نصر، المشوار مسافته 22 كيلو مثلا، او مصر الجديدة 22 كيلو، باخدهم ب 220 او ب 230 جنيه، بيبقى الكيلو واقف عليا ب 10 او ب 11 جنيه، ومشوار طويل. انما في العادي هو الكيلو بيتحسب، يعني العملاء بتاعته اقل تسعيره، اللي هم بيدوروا على اقل فلوس، فالكيلو عليه بيبقى ب 4 جنيه وب 3 جنيه ونص يعني. فان درايفر ده صدق اللي قال عليه الحقير يعني. فتعبان، انا ما بشتغلش عليه، ما بفتحوش ولا بفتح ديدي ولا اي حاجه، هو اوبر وبنقي عليه. انا كمان لو دخلت ووريتك يعني، كمان مش اوبر من سواد عيون، هم كلهم تعبانين يعني، بس انا بستنضف. هتعرف منين انا بستنضف؟ لما ادخلك عندي على الاكونت وتلاقي معدل القبول. شوف بنفسك، معدل القبول عندي 6%. ما بقبلش اي مشوار دلوقتي خالص، وده الكلام ده على اي تطبيق، سواء اندرايف، سواء ديدي، سواء اوبر او بولت الله يرحمه. ف عكس الاول خالص. وفي بدايتك عادي هتلخبط وهتاخد اوردرات غلط واماكن تعبانه وهتتحشر حشرات زفت، وهتضطر بعد ما تاخد كام تجربه وكام مشوار يقرفك زفت كده وتتحشر حشرات معفنه وتخش في حتت انت مالكش فيها وتتزنق فيها، واهالي الحتت كلها على راسنا. طب ما احنا اهو من فيصل، الناس كلها بتتجنب فيصل، انا نفسي بتجنب فيصل، فما بروحوش الا واخد حاجه اطلع منه واخد حاجه ارجع بيه اروح. وفي العمومي يعني بالذات وانا مروح، في العمومي ما اخدش جوه حاجه ابدا. فمره تاخد المرج يطلع عينك، مره تاخد مش عارف فين في بير اسمه سلطان، مره في السيده جوه، مره في حتت كده هتكره نفسك. ولغايه دلوقتي بعد ما اتعودت خلاص ما بقتش اخد اصلا الحتت دي، ما بخشهاش. ف هتتذنب وممكن تتغرب سعر المشوار، هتتذنب في دخوله، وصاحب المشوار هيساعدك في الدخول. وقابلني بقى، هتلاقي نفسك على ما تطلع هتلاقي نفسك اتكلفت تكلفة وعطلة ووقت على ايه؟ فما يغركش فلوسه. مش اي حاجة برضو فلوس عالية ادور عليها وخلاص، لا، فلوس عالية، كيلومتر محترم، فئة محترمة، اعرف ادخلها واعرف اسلك منها لوحدي، واعرف اطلع منها زبون تاني، ما اقعدش الف بقى واخرج واحرق بنزين كتير عشان اطلع من المنطقة اللي هتخليني اكره نفسي واكره اليوم وتبوظ عليا وقتي. ما هو وقتك ده بفلوس، استهلاك العربية بفلوس. العربية ممكن تتخبط منك او تتجرح منك في زنقة، توك توك يقفل عليك ولا حاجة، مش هتعرف تعمل معاه حق ولا باطل، وتنزل تتخانق معاه على الفاضي، ومش هتعرف تسلك نفسك ولا هتعرف تاخد حاجة، وعوضك على الله في الاخر. فاحسب كل ده، احسب ان انت من اولها تاخد مشوار عدل بتقييم زبون عدل، ما يقرفكش بعد كده يقول لك لا انا طلع لي كذا وهدفع اللي هدفعه مش عارف ايه، وتعمل معاه موال على الفاضي. احسب كل دي منظومه كلها على بعضها، حسبتها صح هتوصل لنقطه الوصول بالسلامه، وتوصل اللي معاك بالسلامه، وتتراضى وتاخد حقك مرتاح، وهتعرف تقف وقفه مرتاحه، وتشرب قهوه جميله ومرتاحه، وتعرف تاخد زبون بعد كده، وتطلع طالعه مرتاحه على نقطه تانية مرتاحه. فهي ماشيه كده صح، لازم تتحسب حسبه صح بالكامل، ما تحسبهاش لا كيلو ولا تحسبها فلوس حق الكيلو. بص بتتحسب كلها على بعضها، منظومه هي كلها على بعضها، يا تحسبها صح من اولها يا تحسبها ناقصه فيها بند هيقفل معاك غلط. ده اللي انا جربته ودي تجربتي. مع
من الناس اللي فيها خبرة كويسة اللي علمتنا وافادتنا زي كابتن انطوان، تحياتي ليه. فهتقعد تتعلم ويموت المعلم وهو بيتعلم. فده اللي حبيت اتكلم معاكم فيه النهارده، وبدايه اليوم جميل، واديني قاعد اهو. بص مفيش بقى ايه الاستعجال والكربه بتاعت الاول خالص دي، واديت زبون وبتاع، تلاقي البرنامج مريح معاك، رحلات عماله ترنلك باسعار عبيطه، تتجنن وتتعصب وتضطر تقبل اي حاجه باي حاجه وخلاص، واليوم يسود معاك بعد الشر وتخش في العكنانه دي. لا خالص، انا خدت رحله كويسه، قعدت بقى اقعد اشرب قهوتي وقافل البرنامج، مش هفتحه بقى الا لما مزاجي يروق. ماشي يابا، واخد الاوردر اللي انا عارف ان انا هوصل بيه. برضو لازم كل مره اوصل بالاوردر النقطه اللي هتوقفني، هقف مرتاح وعارف ان انا هقف مرتاح، واخد اوردر بعده مرتاح. لازم احسبها من اولها لاخرها دلوقتي، هي كده، عشان ما تعكننش. انت عكننتك دي وقفلتك من اليوم دي بالليله كلها، فلازم تشتغل بمزاج رايق يعني. هي شغلة مزاج، تحرق دمك، تعصب نفسك، تلاقي نفسك خبطت في حاجة، عملت في حاجة. انا بقى بص، انا مجرب من ده كتير بالعربية اللي قبل دي كمان. فانا خلاص اتعلمت، اشتري دماغي، والحمد لله النتيجة في الاخر ايه؟ ان انا بقيت مرضي، بروح مرضي احسن من الاول بكتير، باسعار احسن من الاول، نفسيا احسن من الاول. دلوقتي بصين واغير قطع غيار وانا مرتاح. كنت افكر الاول ايه، هقعد اصرف بقى من جيبي واعمل وبتاع، وهي جايه بخساره. طب سيبك من قطع غيار، انا اللي هصرفه من هنا، اللي هاخده من هنا مشاوير، اروح احط بيه بنزين. انا شغال بنزين مش غاز. هتصرف من هنا نحط هنا بنزين، كانت ماشيه كده، والناس كلها تقعد تندب في كده. لا يا عم عادي، انا شغال بنزين الحمد لله زي الفل، ما عنديش غاز، شغال اموري الحمد لله زي الفل. وعربيتي دلوقتي اول باول متفوله يا باشا، ما بحطش الا 92 80، ده ما عنديش الكلام ده اصلا، ما بحطش 80. ماشي، اموري زي الفل، وزيتي تمام، وحاجتي تمام، وصيانتي تمام، واوقات كمان برفع على العربيه وارفع على نفسي عشان ماشي صح الحمد لله. هتعرف تغطي بنزينك وتغطي صياناتك. عايز ترفع على حاجه في العربيه ترفع على عربيتك، على نفسك، هتعرف تروق على حالك، هتمشي معاك الدنيا الحمد لله يعني. فالموضوع مش معقد خالص، هو بس محتاج حسبة وإدارة صح، لكن هو موضوع سهل. البن بتاع العبد ده أنصح بيه وبشدة، أي فروعه طبعا كلها خدمة واحدة، فكده بصراحة ممتازين. البن بتاعهم ده حاجة محترمة. هو بتاع العروبة اللي أنا وريته لكم في شارع التحرير، بس شارع التحرير ده تقريبا هو فرع واحد، بن العروبة ده ملهوش فروع تاني. فيوم جميل انا متفائل بيه، حبيت اشارككم التجربه واقول لكم رايي ايه في الشغل. وادينا اهو بدايه الشتاء. امبارح كان بصراحه، انا عارف ان النهارده كان هيزل، امبارح كان بصراحه الدنيا مريحه، وقبلها اليومين اللي فاتوا دول عشان الاجازات بتاعت اكتوبر. وامبارح السبت كان مريح خلق. امبارح بقى بالليل طلعت نقنقت شويه، بدات تفك بالليل حد. النهارده الحد الدنيا بدات تدور اهو. وهشرب قهوتي واخلص الفيديو معاكم واطلع اخد اوردرات تاني. انا مش هم ان انا اجمع فلوس كتير، ولا هم ان انا استغل اليوم بقدر الامكان. انا هم ان انا اروح وارجع بيتي بالسلامة، وارجع بالحاجة اللي هي ترضيني. الحمد لله برجع مرضي، واحس ان انا واخد حقي، ما بقاش واخد على عيني. جه كتير، جه قليل، جه نص النص، المهم اللي انا هاخده ده حق مشاوير كسبانه، مش ان انا واخد على عيني، لا انا واخد حقي ومتراضي وعارف ان انا مرضي. اما بقى التارجت نفسه اليوم كله كتير كان قليل، دي ارزاق بتاعت ربنا، عادينا بنسعى. الهدف والنية ان احنا ايه، نعمل الصح، مش هدفنا ان احنا نرجع لاي حاجه يعني خيابه وخلاص، ولكن دي بتاعت ربنا. واديكوا شفتوا قبل كده الحمد لله بعرف اشتغل صح، وشفتوا الكابتن انطوان احسن طبعا مني، اتعلمنا منه، فبيعمل يعني ما شاء الله مستواه احسن واحسن. ولكن انا بلاقي ان انا بتحسن
وغيرك وانت هتتحسن، فهتطلع اداء كويس برضه. يعني انا مش زي اول مرة ومش زي تاني مرة، لا كل يوم في تحسن. والارزاق بتاعت ربنا محدش عارف هيعمل ايه وهيرجع بكام وهيرجع ازاي وامتى، متعرفش. ممكن تشبك مع زبون خلاص تقضي معاه اليوم وتظبط دنيتك معاه وبتحصل، تبقى بره البرنامج بقى خلاص واريح لك. ف سيبها على الله، انت بس عقلها وتوكل وسيبها على الله. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وانا بقى اشوف اكل عيشي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباذن الله نلتقي على خير. وانا مصفر العدادة من ساعة ما طلعت الصبح، ونشوفكم على خير بعون الله. السلام عليكم. يا هلا، دلوقتي احنا في المانيال اهو، لسه خدنا اوردر ماشي. مانيال الشرقي، رايح هنا ناحية الجامعة تقريبا، او في الدق حاجة كده. 2 كيلو ب40 جنيه او حاجة ب40 جنيه، هنشوف لما نوصل. هو داخل عليا اهو دلوقتي. بص روقان وتقييمات حلوة. انا احب كده انقي الزبون اللارج المرتاح ابو تقييم حلو، اللي عارف انه هيريحني في طريقي، مش هيهري كتير معايا. اهو داخل عليا، يلا باي. يا هلا والله، ايه الاخبار؟ عاملين ايه دلوقتي؟ اتمنى تكونوا بكل خير. طبعا انا كنت شغال الصبح زي ما انتوا عارفين، جيت لحد الظهر كده. الجماعه في البيت بقى احتاجوا طلبات وبتاع، قالوا لي اول ما تكون ايه اعمل حسابك ناحيه وزاره الزراعه، قعد يظبط لنا الدنيا. طبعا خلصت مشوار كده ناحيتها، قمت معدي من ناحيه نادي الصيد وعلى وزاره الزراعه، جبت طلبات قمت جاي على البيت، واكل ومريح وشارب قهوه وبتاع، وتك تك تك نزلت بقى ايه يعني. يمكن على 2:30 كده، 2 كنت نزلت. جيت ريحت لي بتاع ساعتين، واستهلكنا بتاع حوالي 15 كيلو بره الشغل بتاعي وبس. ورجعت استأنفت تاني، رحت الزمالك كده، ورايح جاي عليها مرتين. وبعدين خدت مشوار من الزمالك، جابني هنا ناحية الطلبية، ورايا المطاحن البنك الأهلي. بس لقيت المكان رايق يعني، انت جيت على هنا، نزلتهم ووقفت مكاني في دار اللي هي الأرض الفاضية بتاعت المطاحن اللي منفصل هنا بقى يعني. بس الشارع ده بيبقى رايق وأغلبيته فيه طلبات يعني، فقلت أقف أريح شوية. جبت لي مشروب وحاجة ايه أنا فيها كده، وقلت أقول لكم آخر الأخبار. عملنا ايه بقى لغاية دلوقتي؟ عملت النهاردة 6 مشاوير كده ماشي يا باشا. اخر مشوار خدته من الزمالك اللي انا قلت لكم عليه، جابني هنا شارع العمدة. 10 كيلو، نقول 11 كيلو، جاب 106 او 107، قول 106 ماشي، يعني الكيلو ب10. والعداد دلوقتي 70 كيلو ماشي، 70 بالظبط. والاجمالي المشاوير ال6 مشاوير عاملين 584. لو نشيل منهم 15 كيلو تقريبا من ناحية وزارة الزراعة والحتة بتاعت جامعة الدول دي لغاية اما جيت هنا. طبعا دول شوية، دول مشيتهم مع نفسي وجبت الطلبات بتاعتي وروحت. يعني فيهم 12 كيلو ل15 كيلو. هيبقى كام؟ حوالي 55 كيلو. يعني انا شغال دلوقتي الكيلو مثلا معدي ال10، حوالي ب11 جنيه الكيلو لو نشيل دول ماشي. بس واديني بستأنف يعني 500. الاجمالي بتاع اللي انا عملته لغايه دلوقتي 584 على ال6 مشاوير دول. يعني ممكن اعمل لي مشوارين 3 نعمل 900 ألف كده، حلو أوي. وفي بونص شغال اكتشفته بس لسه بدري عليه، بتاع حوالي 19 رحلة ولا حاجة، مش هلحق اعملهم النهاردة طبعا. هو هيخلص الاتنين الفجر، اللي هو يعني هيبقى بالليل، نصبح الاتنين خلاص، فمش هعرف الحق البونص. هو بونص اقل من 500 جنيه، 400 وشوية، عشان الدنيا ايه بدأت تهدي ودخلت الشتا. طبعا انتوا شايفين المدينة اهي بدأت اشتي،
فالجو الشتاء بقى كل ما نخش في الشتاء اكتر هتلاقي الجو مريح اكتر يعني. بس ف قاعدين شوية كده على شوية كده، والله المستعان. بنحاول يعني ايه نظبط الدنيا على قد ما نقدر، بس انما مش هفضل احرق في مشاوير على الفاضي يعني. زي ما انا مكلمتكم الصبح مش هعيد الكلام تاني عشان ما نضيعش وقت كتير. وادينا هنشوف هنعمل ايه بقية اليوم. احنا دلوقتي الساعة 5:05، فهقفل معاكم دلوقتي وابتدي افتح ونشوف يعني بل مشوار بقى كده عادي، حاجة توديني المانيال ولا حاجة. حتى مش عايز احدف بعيد يعني. نبدأ والله المستعان. نشوفكم على خير. بيقول لك لقد اوشكت الوصول على المستوى البلاتيني في اوبر برو. ماشي يا اخويا، يلا الله المستعان. يا هلا، اهلا بيكم مرة تانية. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بكل خير. دلوقتي احنا الساعة 7:15، الساعة 7:15، وانا لغاية دلوقتي عملت 8 مشاوير على اوبر ومشوار على ان درايف من مكاني. اخر مرة ما انا كلمتكم وانا قاعد ناحية المطاحن كده في شارع العمدة، من مكان وانا راكن جالي مشوار على ان درايف، ومش مكتوب كمان عليه السعر العادي، كان عادي. كان خدته 65 جنيه ويعتبر سعره حلو يعني، بس ما كانش مكتوب عليه السعر العادي. رايح فين؟ رايح المانيال. انا كنت عايز انزل المانيال اقعد هناك شويه كده بقط لي اي حاجه. بالظبط 6 كيلو برضو وشويه او 7 كيلو، وانا خدت 65 يعني قول الكيلو ب10 تقريبا. فروحت المانيال خدت الكيلو ومن مكاني ما اتحركتش من وانا راكن كمان. ركبهم تدورت ومشيت، رحت على المانيال بيهم نزلتهم وقعدت مكاني برضو ريحت شويه. خدت حد تاني من هناك مشوار جوه المانيال كده كيلو ونص من مستشفى القصر العيني للجنب التاني المعاكس للمانيال. 40 حاجة و40 كده ماشي. بعدها خدت مشوار تاني برضو من المانيال جابني هنا في ناحية دين ابو العز في الدق، وانا قاعد هنا ناحية الدق عند البحوث زي المرة اللي فاتت. جبنا كبدة من عبادة على وضعك. فا اوبر كده لغاية دلوقتي عملنا 700 الا 5، والمشوار مش عارف بس الصوت يبقى واضح. نقفل ده كده. 700 الا 5 في ايه؟ في الاوبر ماشي. والمشوار ابو 65 اللي في ان درايف يبقى 760 ماشي. هستنى كده القط مشوار، الليل بدأ يليل، القط مشوار واروح. انا بالنسبة لي كده حلو اوي النهاردة، 100. القط مشوار كده ناحية فيصل، اول فيصل على العمومي يعني لحد الطلبية اقوم اروح. وشكرا على كده، ونشوفكم بقى بكرة ان شاء الله نعيشنا في فيديو تاني جديد. يلا رب يعجبكم الفيديو ونشوفكم على خير بإذن الله. استنوا بقى الكيلومتر عامل كام دلوقتي. لغاية دلوقتي عاملين 86 كيلو. طبعا هنقول شوية اللي انا قلت لكم عليه ال 15 كيلو اللي انا عملتهم خاص مع نفسي دول وجبت طلبات وبتاع، خصموهم انتوا 86 يعني 70 حاجة و70 كيلو، 70 71 72 كيلو على ال 750 لحد دلوقتي. هو بالكتير مشوار كمان وهروح، بس انا ما هو كده النهارده حلو قوي. ويبقى واقف الكيلو ب10 مرتاح يعني، 10 11 بقى ظبطوها تقريبا يعني. بس فده الرينج بتاعي اللي انا شغال بيه. الدنيا فيها شد وبتاع بعلى بقى بخش ب 1200 1300 1000 ونص في بونص، والدنيا شده كده كده بيتحقق 600 700 جنيه بالمره بونص، فبترسى معايا 2000 2300 اوقات مع البونص بس. وببقى عامل الكيلو ب10 مع البونص وضع تاني بقى. وده الرينج بتاعي يعني. المهم ايه، افضل شغال مشاوير عدله. الرزق بقى جه كتير جه قليل الحمد لله على كل حال، ده بتاع ربنا. لكن احنا السعي والاسباب مركزين في السعي بتاعنا وضعنا وطرق شغلنا.
والباقي على الله بس. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.